عن كل مباراة على حدة. كذلك سنتحدث عن الترجي الذي يعاني في الأسابيع الأخيرة من حيث النتائج، من حيث الإصابات كذلك والاستقرار الفني. دعونا نستمع لما قاله نجم كرة القدم المصرية سابقا والأهلي عماد متعب. إذا من يعرف هذه البطولة خيرا من غيره كابتن عماد متعب، صاحب لقب دوري الأبطال الأفريقي 5 مرات، وصل إلى النهائي أيضا مرتين ولكن لم يحالفه الحظ. الكثير من الأهداف، 28 هدفا في دوري الأبطال الأفريقي. كابتن عماد مرحبا بك على بين سبورت، سعداء بوجودك معنا. قرعة ربما يعني للنادي الأهلي، كيف ترى قرعة النادي الأهلي في هذه المرحلة تحديدا وهذه المواجهة ضد الترجي، وأنت لعبت ضد الترجي كثيرا في تونس وفي مصر؟ في البداية طبعا بتشرف بوجودي معاك. مباراة صعبة، القرعة صعبة عامة. الفرق كلها اللي وصلت للدور الثمانية كلها فرق قوية جدا وتقدر تفوز بالبطولة، عندها القدرة انها تفوز بالبطولة. مباراة الأهلي والترجي ده مباراة كلاسيكو، يعني احنا بنحب نلعب مع الترجي، بنستمتع، مش بنحب لأنها مباراة ممتعة. الاجواء في تونس والاجواء في القاهره، فريق الترجي فريق كبير ليه جماهيريه كبيره، بيلعب كره جميله، بيلعب كره ممتعه. احنا كلاعيبه في النادي الاهلي بنستمتع مع اللعب مع التوانسه ومع المغاربه، الكره واجواء ممتعه يعني. فان شاء الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي ويقدر يفوز في المباراه ان شاء الله. يعني بخصوص النادي الاهلي الان يفتقد عماد متعب اخر، لا يوجد من يضع الكره في الشباك. في رايك يعني ماذا يحتاج الاهلي في المرحله المقبله لعلاج هذا القصور؟ يعني في الفترة دي يعني العلاج هيجي من اللعيبة اللي موجودة، هتحاول تستخدم بقدر الإمكان العناصر اللي موجودة. في كاموتش موجود بيحاول يدخل مع الفريق، في مروان عثمان موجود، في محمد شريف، تريزيجيه، إمام عاشور، زيزو. تريزيجيه هداف البطولة، فتريزيجيه لو فايق هيساعد بشكل كبير جدا. إمام عاشور غريب أن يكون هداف البطولة ليس رأس حربة، يعني ما مؤشر على شيء. خلينا نكون متفقين ان المشكله دي موجوده بقى لها فتره من بعد ما وسام مشي، والنادي الاهلي بيدور على مهاجم يكون موجود. وزي ما قلت لك في كاموتش موجود لسه واصل فتره اعاره، في مروان لسه واصل برضه فتره اعاره، لكن لعيب زي وسام في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي لا، لسه مش موجود في النادي الاهلي. واتمنى ان شاء الله النادي الاهلي في الانتقالات اللي جايه يلاقي مهاجم اللي هو محتاجه. بس مش هلاقي عماد متعب تاني، هو واحد بس. ان شاء الله يجي احسن ان شاء الله. شكرا كابتن عماد. شكرا ليك. شكرا. اذا كان هذا الكابتن عماد متعب هداف المنتخب المصري والنادي الاهلي السابق. عوده اليكم. كل الشكر لعمر فهمي. استمعنا لعماد متعب الذي قد يرى البعض أنه أتى لفريقه الأهلي بالمتاعب بمواجهة الترجي في كلاسيكو كما أشار، وفي النهائي مبكر بين فريقين لهما عادات وتقاليد في المسابقة القارية. سنبقى مع المباراة الأولى لهلال ونهضة بركان. تحدث قبل قليل كابتن ربيع عن قلة مشاركة نهضة بركان بعد التوقف الذي حدث بمناسبة كأس إفريقيا. العكس صحيح بالنسبة للهلال، لأنه يتوفر تقريبا على 10 لاعبين شاركوا مع المنتخب السوداني في كأس إفريقيا. عدد كذلك كبير من هؤلاء اللاعبين شاركوا قبل الكان في كأس العرب. هل هذه نقطة إيجابية ما أنه اللعيبة أخذوا تمرس أكثر، احتكاك أكثر في مباريات قوية على مستوى المنتخب، أم سلبي في يعني استنزاف للمنسوب البدني والطاقي؟ لا، أنا شايف دي نقطة إيجابية للهلال السوداني. طبعا ممارسة ومباريات وما حصلش انقطاع بالنسبة للاعبين كمباريات، ودي مهمة جدا. اللاعبين مين يفضلوا في الفورمة موجودة على الأقل كل أسبوع، يبقى لازم يبقى في مباراة للعيب عشان يفضل في الفورمة البدنية المظبوطة عشان يقدر يكمل 90 دقيقة. طبعا بالنسبة لنهضة بركان دي ممكن تبقى نقطة سلبية عليهم، لأن يعني ما فيش لعيبة كتير في المنتخب بالنسبة لنهضة بركان، وبالتالي كان في توقف، بالتالي ده هيرجع المردود البدني والذهني بالنسبة للاعبين، مفيش تركيز. ودايما المنافسات مين هي اللي بتوصل اللعيب لافضل فورمه عنده في البطولات، وكمان بالاخص البطولات الكبيره. فانا شايف دي هتبقى نقطه، بس اكيد يعني معين تداركها، مدربهم اكيد تداركها بمباريات وديه، يعني اكيد كان لها حلول بالنسبه لمدربهم، لان مدربهم خبره في البطوله، مدرب عنده بقى كتير في البطوله، مسك الترجي كمان في افضل حالات الترجي. فانا شايف ان هو ممكن نقطه سلبيه على نهضة بركان ونقطه ايجابيه للهلال، ولكن
جوده اللاعبين بالنسبه لي امين بالنسبه لنهضه بركان انا شايف ان هي افضل من جوده اللاعبين بالنسبه للهلال السوداني، ولكن طبعا الهلال السوداني ان هو يوصل للمرحله دي بالمشاكل اللي حصلت له كمعسكرات كبعيد عن الدوله زي ما قلنا، كل ده انا بصراحه نرفع القبعه لفريق الهلال السوداني. الاداره كمان بتاعه الهلال السوداني يا امين لازم صراحه نوجه لها كل الشكر، لان فضلت مع الفريق في كل حالاته، في اسوأ حالاته فضلت مع الفريق، ودتهم معسكرات خارجيه، صرفت عليهم، كان بالنسبه لهم الامور كل الدعم للفرقه، ما كانش في اي بخل بالنسبه للفريق ان هو يوصل، وفعلا الفريق عنده طموح ووصل لدور الثمانيه، انك توصل وتبقى من الثمانيه الكبار في دوري ابطال افريقيا، فدي مهمه جدا ليهم نفسيا ومعنويا، وكمان كجوده لاعبين يصنعوها للمستقبل. وفي نفس الوقت لازم يبقى في الهلال السوداني يا امين لازم يبقى في الفتره الجايه يبقى في احلال وتجديد، لازم يطلع لعيبه صغيره، لان الفتره الجايه انت محتاج تطلع لعيبه صغيره، وبالذات في حراسه المرمى على الاقل محتاج حارسين صغيرين يقدروا يحرسوا عارين الهلال السوداني. النادي الهلال السوداني نادي كبير، نادي عظيم، كلنا بنحبه كلنا بندعمه، فانا شايف الصراحه نرفع لهم القبعه ان هم وصلوا المرحله دي، ولكن انا بالنسبه لي جوده اللاعبين بالنسبه لنهضه بركان هي الافضل سنه بالنسبه لي يعني. مع الاشاره الى انه اليوم هناك مباراه مهمه على مستوى الدوري الرواندي اين يشارك الهلال الذي سيواجه كما اشرت غريمه الازلي والابدي المريخ. سنستمع لما قاله مدير العام لنادي الهلال شاكر علي الطاهر ثم نعود. إذن في هذه الأثناء ينضم إلينا المهندس شاكر علي الطاهر المدير العام لنادي الهلال السوداني. طبعا الهلال وقع مع نهضة بركان، لكن مهندس شاكر يعني كما قلت لي قبل القرعة كل الفرق سواء بالنسبة لنادي الهلال، لكن أنتم حقيقة أنجزتم مسيرة استثنائية في هذه البطولة رغم عدم اللعب في السودان، رغم اللعب في رواندا في أجواء غير معتادين عليها، وأنهى الهلال مرحلة المجموعات في الصدارة. كيف وصلتم إلى هذا وإلى أين يصل طموح الهلال في هذه البطولة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. كما أسلفت ظل الهلال ممثلا للواء الكرة وحامل لواء الكرة السودانية في القارة الأفريقية السمراء بكل جدارة واقتدار، وأصبح ممثلا ورمزا عالميا وليس تمثل الإسلام فقط بالعزيمة والإصرار. قهر الصعاب، قهر ظروف الحرب الاستثنائية بوجود الناس في غربة ووجودهم، بالتالي أصبح الهلال ذو رمز لإصرار وتحدي ويحمل لواء الكرة السودانية كما أسلفت. من ثم في هذه السنة بالتحديد الهلال يمثل السودان ويمثل الهلال في الدوري الممتاز ببورسودان في نفس الوقت الذي يلعب في الدوري الرواندي، وأيضا حجز مقعده بين الأندية الثمانية الكبار في القارة الأفريقية بتأهله متصدر لهذه المجموعة. لكن هل طموح نادي الهلال يصل إلى المباراة النهائية إن شاء الله؟ لكل مقام مقال، لكل حدث حديث، بالتأكيد طموح نصل المباراة النهائية، نسأل الله التوفيق لذلك. بذل مجلس الإدارة مجهود مقدر، بالتالي هذا هو كان الحصاد.